السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي واخواتي وكل ما ليا، يا رب يفرح قلوبكم زي ما انتم بتفرحوا قلبي كده بتعليقاتكم الحلوة. وايه رأيكم في اللون الجميل ده؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وشوفوا صحة الشعراية بعد ما طلعتها صبغة وخصل، يعني هايلايت زي ما في لغتنا احنا هايلايت. طبعا الشعرة طبعا بتبقى طالعة متهالكة، لكن بسم الله ما شاء الله الشعرة طالعة صحية. شايفين يا جماله يا جماله، زي ما انتم شايفين كده جمال اللون وجمال الشعرايه، الحمد لله. وشوفوا هي العميله اللي بتعملها لنفسها او كلاين هي اللي بتعملها لنفسها من فرحتها، بجد كانت مبهوره. وشايفين اللون وجماله. طبعا انا علشان ما فيش حامل احط عليه التليفون، فانا اللي كنت ماسكه التليفون وبصور، فالصوره ساعات بتتهز، معلش سامحوني لان ما حدش معايا، فانا كنت واقفه لوحدي. فاهوت، وانا بفضل الاكياس الحراريه كده بقصها واعملها للخصل بالذات، وببقى اقطع مناديل واحطها بين الخصله والخصله علشان ما تلطش في الشعر او تبطش. وفي ناس بتشتغل بالورق الحراري اللي هو الالومنيوم عادي، انا بفضل ده، يعني كل واحد بقى وطريقته. والحمد لله يعني طريقتي صح وبطلع شغل صح، والحمد لله انا فاتحه السنتر يعني من فترة بسيطة، بس بجد بجد يعني الكلاين او العملاء اللي بيدخلوا لي كلامهم بيديني دفعة للامام دايما، وبجد بجد يعني واقفة كده على رجلي. وبحمد ربنا، وربنا يدينا كلنا الخير والرزق يا رب، ويرزقنا جميعا الرزق الحلال. او كنت بفتح انا بشوف الالوان، يعني لان طبعا في خصلة بتطلع قبل خصلة، لان مش كله، لان بيتنفس في وقت واحد. يعني انا بقسم الشعر وبشتغل عليه، بس مش كل الخصل بتاخد نفس الوقت. يعني في واحدة اللي بدأتها في الأول هي اللي ممكن تطلع، والتانية لأ كده. فلازم أتابع ولازم أشوف عشان يبقى لون واحد، ما تبقاش لون ولون وحتة لون وحتة لون. وهو ده الشغل الصح. زي ما انتوا شايفين كده ببركة ربنا، يعني واقفة وبشتغل، والحمد لله بنول رضا العملاء او الكلاين اللي تحت ايدي، بجد بيبقوا مبهورين ومبسوطين، وبيقولوا شغلك مش شغل البلد خالص، انت شغلك راقي، شغل مصر، شغل الاماكن الراقية، او شغل المنصورة يعني. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. اهو زي ما انتوا شايفين الخصل الزيتون، ومش اي حد يطلع الخصل الزيتوني ديت، واللي حابب يعرف طلعت ازاي وبايه وده يقول لي وانا اعرفه. طبعا انا في جروب ليا على الفيس باسم السنتر، بنزل فيه الشغل كله، سواء قص سواء صبغه سواء اي حاجه تخص السنتر. لكن انا اقتنيت الفيديو ده علشان اعمله مقطع على اليوتيوب في قناتي، ويا رب ينول اعجابكم ورضاكم. ولو حابين انزل شغلي على طول على اليوتيوب انزله، وبدعمكم وبتشجيعكم ليا ان شاء الله هكون واقف واستمد قوتي. وربنا يبارك في عمركم، واللي ما اشتركش يشترك، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله عشان يوصلوا كل ما هو جديد. ويا رب يا رب دايما سند ليا ودايما في ظهري. زي ما انتم شايفين صحة الشعراية بسم الله ما شاء الله، لان بحط لها مواد برضك حماية عشان تحافظ عليها او ترجع الروابط تاني، لان طبعا الاكسجين والحاجات دي بتنشف الشعراية شوية وبتفك بتفتح الحرافيش بتاعة الشعراية. فلازم نأمنها برضك بمواد انها تحافظ عليها. وزي ما انتم شايفين جماله يا جماله يا جماله. و... وايه رأيكم؟ عاوزه اشوف في تعليقاتكم الحلوه كده واسمع رأيكم. هي الشعرايه صحيه زي ما انتم شايفين كأنها معموله بروتين، لكن هي ولا اتعملت بروتين ولا حاجه اهوت. يا دوبك نشفتها بعد العمايل باستشوار وخلاص. شايفين صحتها. و... ويا رب كده يسعد قلوبكم زي ما انتوا هتسعدوا قلبي كده بالاشتراك. اللي لسه ما اشتركش يشترك، فضلا ليس امرا. ودايما في ظهري ودايما سند ليا، يا احلى اخوات واحلى متابعين، وربنا يبارك فيكم. شوفوا جمال اللون، شوفوا شوفوا، والله العظيم هي نفسها كانت مبهوره. وبجد لما روحت كتبت لي كتير على الواتس، بجد بجد لو ينفع احط لكم كومنت اللي هي كاتباه، بجد بجد يعني كان اهلها وهم مبهورين باللون ومبسوطه جدا جدا. بتقول عمري ما عملت اللون الجميل ده. كله بيطلعه اصفر ويقول هو ده الزيتوني، انا الاول مره طلعه صح وفي مكان صح وكده. فانا مبسوطه بشعري، مبسوطه ان هو بصحته، مبسوطه ان هو ما جرالهوش حاجه. تسلم ايدك. وكلام زي ما انتوا فاهمين كده طبعا بيديني قوة وصلابة كده ان انا اقف على رجلي وان انا اعمل احسن واحسن. وانتوا احكموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.